جماعة، في مديرين الشركات ومديرين المصانع وأعضاء مجلس الإدارة، وأول ما المؤتمر يجهز تحت بلغينا. حاضر يا فريدة هاني. مالك في ايه؟ مالك شنطه وقمطه كده ليه على الصبح؟ وشك مقلوب يعني. أولاً اتكلمي بطريقة أحسن من كده، إحنا مش في البيت. ثانياً دي طبيعة الشغل. شغل بقى والجو ده ماشي، هسيبك تعيشي براحتك. انا طالعه لاحمد مستنيني بره. وأحمد إيه اللي جابه هنا؟ هو هيقعد يتنطط لنا في كل حتة؟ يتنطط؟ لا اتكلمي عنه كويس، هو مش قرد. بعدين المفروض تشكريه انه وقف معانا، مش تتعاملي معاه بالطريقه دي. انا رايحه لاحمد، باي باي. يلا اتحرك دلوقتي. اوكي، خدوا بالكم. ها، باي باي. انت يا بنت بقيتي قفيله قوي على فكره. مش طايقه نفسي، مش طايقه نفسي. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ماما مالها، عماله تتصرف تصرفات غريبه قوي من الصبح. وتحس الناس كلها نسيت بابا مع انه مختفي بقاله يومين بس. هتجنن انا على اخري. ما تقلقيش. طيب انا لسه راجع من القسم، كنت ببين لهم يعني ان احنا مش منفضين وبتابع معاهم، ورحت المستشفى كمان، رديت كام واحد كده، قلت لو حصل اي جديد يبلغونا. يعني هو مفيش جديد الصراحه، بس ادينا بنحاول. والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. محمد مين؟ ايه، اتلخبطت بينك وبين محمد بتاع البوفيه. سيادة المستشار، سامحني انا اسف، معلش كنت بعمل شوبينج والوقت خدني. لا ولا يهمك. ايه ده بقى ايه الزحمه اللي عند بيتك دي يا يحيى؟ انت عامل لي كمين ولا ايه؟ الاحتياط واجب برضه. طب انت جاهز ولا هتفضل تاخد احتياطاتك طول عمرك كده؟ جاهز. هقابلك امتى؟ لا، انا هكلمك واقول لك يمشي ازاي عشان ما تتوهش. سامحني يا سيادة المستشار، اصل انت شقي قوي، مش عارف ليه كل ما باجي على بالك لازم تركب تليفوني زي المره اللي فاتت، انت ناسي؟ الواد شكله بيلعبنا وعارف ان احنا راكبين التليفون. طول ما احنا مأمنين البيت احنا كله تمام. خلينا ورا ما نشوف هيعمل ايه. يلا بينا. أنا عايز أتهم المستشار يحيى عز الدين بالشرافة قتلي. في محاولة مثبتة عندكم في محضر، ضربني برصاص قبل كده. المحاولة التانية سحلني. الكلام ده كان في الشارع لحد ما نزفت وكنت هموت. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ يقول لك فريدة نزلت المصنع مع جولي. نزلت تعمل ايه دي؟ هتشغل المصنع مكان يوسف، وعامله بقى مؤتمر صحفي وهيلمان وليله. طب ما تيجي نروح. انا مش عارف اعمل ايه، اشيل يحيى ده من دماغي. يلا بينا، ونقف برضو جنب مرات اخونا، ولازم نقف جنبها عشان ايه بقى؟ ندعمها.